هنروح نعمل ريفيو على الانتيرير الديزاين اللي جوه العربيه. معايا ديما وايدي هيورونا الاخطاء اللي في العربيه، الحاجه اللي هم مش بيحبوها لان هم محترفين في الموضوع ده قوي. بس وانا بعدين هقول لكم على السواقه بتاعت العربيه مريحه ولا مش مريحه وهكذا. هنروح للموضوع ده بعدين. العربية دي تمنها 65,000 يورو، يعني حوالي 3.5 مليون جنيه مصري. طبعا ده من غير الجمارك ومن غير اي حاجة. الموديل ده كمان مش التوب لاين، ده المتوسط يعني. Do you like it? Yeah. How about exhaust? Okay. Well, of course, fake exhaust. Yeah, but Is it actually fake exhaust? yeah, it's definitely fake. Yeah, see it and yeah. The actual exhaust الاكزوست يا جماعة is مزيف. right there, and it's only one pipe exhaust. والاكزوست Alright, will be bad shot. Oh. الاكزوست اللي هيجي تحت العربيه طبعا ده مزيف وده مزيف. الموتور ده اللي زي الموتورات القديمه، لا ده شويه مش مفيش اي حاجه جديده فيه. 2000 سي سي يعني هو موتور كويس ولكن مش قوي ومش مبني على القوه، هو مبني على الفخامه. شنطه العربيه واسعه يا جماعه وكويسه، بس فيها مشكله. هي بتوبن كويس، بتدوس هنا تفتح لوحدها. وده ايدي صاحبنا، انت بتعمل هنا ايه؟ ممكن تشيل نفرين لو انت ليك في الكلام ده، يعني بتشيل 2 جوه. المشكله بقى ان هي ما فيهاش سنسور عشان تقفل، يعني انت دافع كل الفلوس دي في العربيه وما فيهاش سنسور عشان تقفل ولا من تحت ولا من فوق، فانت تمسك بيه. يا جماعه حطيت ايدي عادي بس غصب عني قفلت المسوجر، يعني بص بيقفل على ايدي، يعني ما بيسيبش يا باشا ايدي. ايه ده؟ لازم افتحه تاني عشان يفتح كده اقدر اطلع ايدي. العربيه من جوه بقى يا جماعه الستيرنج ويل بصراحه جامد وشكله لطيف. عندنا الحته دي بقى هي بلاستيك صراحه، فبص تدوس عليها بتطلع صوت كده وبتخش لجوه. بصوا يا جماعه عامله ازاي، ضعيفه جدا. نفس الكلام برضو هنا، برضو بتدوس على الشاشه تخش لجوه. وعندنا هنا برضو بصوا ايه ده، يعني الاصوات اللي بتطلعها مش طبيعيه. طبعا الهاي لاين بقى عندها السكرين دي طبعا مش توب لاين، عشان كده ما فيهاش السكرين هنا. في العربيه التوب لاين بيبقى السكرين واصله لحد الاخر. هنا بقى عندنا دي بتزقها بايدك كده تفتح. كاب هولدرز تمام. فون شارجر برضو عشان تشحن الموبايل جوه اهي. وعندنا دي يعني لو حبيت تحط بقى حاجتك هنا، وبقى كده بتقفلها مانوال كده. العربيه بتقول لنا بقى على الاير كواليتي عامل ازاي. طبعا دي حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. اوكي نرجع بقى للسيتس هنا. كلها طبعا بالزراير كده، يعني بدوس لورا ترجع، بدوس هنا كده ارجع لورا، بدوس على الراس هنا على الدماغ تطلع لفوق او تنزل لتحت. حلو ده. طبعا عشان قصير I'm short guys so I have to be a little bit front. هنا بقى عندنا الميموري. طبعا العربيه دي عشان هي الميد لاين ففيها الميموري اوبشن، فميموري 1 2 3، بحيث لو في واحد بيركب العربيه بعد كده بيبدل مع واحد صاحبه او مراته او ايا كان، فبيبقى عندهم الاوبشن بتاعه، هو بيبقى متسجل اللي هو تركب العربيه وتدوس على الزرار تعمل الاوبشن بتاعك انت بس. لسوء الحظ ان اللايتس Here we have a little bit. ده باك ممكن نشوفها من ورا عشان الشمس قويه، فمش عارفين نشوف اللايتس هنا اللي هم الازرق اللي احنا مشغلينه، لكن تقدر تشوفه ورا كويس. تعالوا بقى نشوف العربيه بتتساق ازاي على الطريق واحساسها ايه بصراحه يعني. السبورت كويس، العربيه بتنقل بسرعه، ولكن في الكومفورت ما كانش بسرعه خالص، كان بياخد وقت عقبال ما تنقل. فالعربيه كانت حاسه ان هي مش يعني مقفوله شويه، مش ناعمه. السبورت خشن ولكن سريع في النقل. العربيه في الملفات قويه جدا، ماشيه على 100 في ملف زي ده، كويسه جدا. ليتس يعني بغض النظر عن القوه وكده، هي عربيه كلاسيك، عربيه بتاعت سواقه هاديه، معاها اضافات انك لو عايز تجري هتجري معاك، بس هي العربيه معموله للكلاسي والهدوء والنظافه، مش عربيه سرعه. العربيه كويسه تتساق، ولكن سعرها غالي شويه على الحاجات اللي ناقصاها. الكاميرات اللي فيها مش يعني في عربيات بنفس السعر ممكن تديك كاميرات اكتر شويه، بس كعلامه المرسيدس كاسم المرسيدس
فانت بتدفع برضو ثمن الماركه نفسها. لو احط فلوسي فيها والله زي ما قلت لا يعني في عربيات تانية ممكن استثمر فيها فلوسي اكتر من دي. العربيه كويسه على الطريق، ناعمه، للفاميلي كار كويسه برضو، بس مش هي اللي انا احط فيها الفلوس دي كلها. ولو عجبك الفيديو يعني قولوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. ومعانا ديما الريفيو بتاع الانتيريور. Nice to meet you guys. I hope you like this car, like the وايدي video. استونيا. كده يبقى في حاجات عربيات جايه رهيبه. I think after that speeding they will give us the next car as well. احنا عملنا 170 على الطريق، فتقريبا وصل لهم رساله ان احنا يعني رسونا بسرعه، فما هيدونا بقى عربيه تانية ولا لا هنشوف، هنروح نتحايل عليهم. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. Bro, it was the first and the last test drive. Now we have I'm speaking English. First time the Mercedes also introduced the seat, basically had this adjustment so you can press and they move front. Every Electronically. Mercedes have adjustable seats. Really? What the Yeah. hell? Bro, it's No not way, really bro. Mercedes. You're not talking about BMW, you're talking about Hey, Mercedes. You can also say that it has like tactic touch. So when you touch it, it kinda You feel it like pressing you're touching something. اوكي. هما بيقولوا لو انت دوست على الزرار بتحس انت دوست عليه، يعني ما اعرفش ازاي بس هو بتحسها خلاص.